نقطتين بخصوص اختطاف المهندس يحيى حسين عبد الهادي أول امبارح عن طريق عصابة من وزارة الداخلية، من وسط الطريق العام، وده كاد أن يتسبب له في ذبحة صدرية. طبعا راجل في السن ده عنده أمراض مزمنة، لما يحصل واقعة زي اختطافه من الطريق العام ممكن يحصل مضاعفات وممكن يموت فيها. المفارقة الأولى هي إن العصابة اللي بعتتها وزارة الداخلية لما كانت عيال صغيرة، كان المهندس يحيى حسين عبد الهادي بيخوض معركة في الدفاع عن المال العام بتاع المصريين في قضية خصخصة عمر أفندي. الفنان اللي قايم بدور وكيل النيابة اللي ادى للمهندس يحيى حسين 15 يوم بسبب بوست على الفيسبوك. الفنان ده لما كان صغير بيلعب في الشارع، كان المهندس يحيى حسين بيحارب علشان يمنع إهدار حوالي نص مليار جنيه على المصريين بسبب صفقة فاسدة. يعني العصابة اللي خطفت المهندس يحيى حسين والفنان اللي قايم بدور وكيل النيابة يحيى حسين كان بيدافع عن فلوسهم وفلوس أهاليهم وفلوس باقي المصريين. النقطة التانية هي نصيحة لأعضاء قوادة المجلس العسكري اللي بيحكم البلد دلوقتي. ما ينفعش يا فندم يكون كل الجنرالات المعترف بيهم عسكريا من أبناء زنا الاستعمار في بلادنا. يعني ما ينفعش كل الجنرالات اللي بيجوا في دماغنا يكونوا من نوعية أنا أمي قالت لي ما تاخدش حاجة مش بتاعتك فبعت تيران وصنافير لدولة تانية، وحولت مضيق تيران اللي احنا حاربنا الصهاينة بسببه حولته لمياه دولية. ما ينفعش الجنرالات اللي بتيجي في دماغنا تكون من نوعية صفقة بيع رأس الحكمة. ما ينفعش يكونوا من نوعية تكونوا مطمئنين تماما أنا عملت اتفاقية هتحول نهر النيل لبحيرة أثيوبية. ما ينفعش يكونوا من نوعية قائد خط الجمبري وقائد خط البطاطس المهروسة وقائد خط الحلاوة بالسمسم. ما ينفعش يكونوا من نوعية اتفاقيات الغاز اللي خلت حقول الغاز في البحر المتوسط بإيد الصهاينة، وإحنا بقينا ناخد غاز من الصهاينة، بقى اسمها دولة جوار دلوقتي طبقا للفنان مصطفى مدبولي. فما ينفعش يكون الجنرالات اللي بيجوا في دماغنا يكونوا من النوعية دي، لازم يكون في جنرالات من أبناء المصريين. فالمهندس يحيى حسين عبد الهادي ده كان ضابط في القوات المسلحة وخريج الفنية العسكرية، فتعلموا حتى من مجلس مبارك. مجلس مبارك لما لقى الدنيا طبلت صدر وجه الناس تقدر تسمع له، صدر أحد محاربين أكتوبر اللي هو الفريق أحمد شفيق. طيب لما الدنيا تطبل عليكم انتوا مش هتلاقوا حد تصدروه، لان انتوا خلصتوا من كل ابناء المصريين. فالنصيحة دي ليكوا انتوا علشان حد يبقى يسمع لما الدنيا تطبل، وده قرب جدا لو فضلت حاجة اسمها مصر. يعني الصهاينة دول مفتريين، انتوا مفتريين والله العظيم، ما كانتش حرب كسبناها دي.